الزمالك يطلب التعاقد مع حارس الأهلي. رد صادم. كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص طلب التعاقد مع حارس النادي الأهلي في الفترة المقبلة. وأكد عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية أنه تحدث مع أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، حيث طلب التوقيع مع نجله مصطفى شوبير حارس الأهلي في الفترة المقبلة للانضمام إلى الزمالك. وتابع عبد المنصف في حديثه: مصطفى يعتبر واحدا من الحراس المميزين ومستقبل مصر في حراسة المرمى، ولديه إمكانيات كبيرة وثقة وهدوء، ويتميز اللعب بقدمه، عنده كل المميزات. وأوضح: أحمد شوبير أكد لي أن مصطفى أهلاوي وبيحب الأهلي ولا يفكر في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، رغم أنه تلقى أكثر من عرض، ولكنه مصمم يكمل في النادي. جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد رفض أكثر من عرض لصالح مصطفى شوبير في الصيف الماضي، حيث فضل رحيل الحارس الثاني حينها علي لطفي إلى نادي زد. رد رسمي من الأهلي على التعاقد مع سوزا في يناير. حسم عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي أحمد حسام عوض موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي وستافو سوزا لاعب نادي جومبوك الكوري الجنوبي في الميركاتو الشتوي الجاري. وأعلن نادي جومبوك الكوري الجنوبي رحيل لاعبه البرازيلي جوستافو سوزا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد انتهاء عقده، ليعود اسمه مجددا ضمن اهتمامات النادي الأهلي. وقال أحمد عوض في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي لم يفكر على الإطلاق أن يضم جوستافو سوزا خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي. تم صرف النظر عن التوقيع مع اللاعب البرازيلي في الفترة المقبلة رغم انتهاء عقده مع ناديه جومبوك الكوري خلال الأيام الماضية بشكل رسمي. وكتبت صفحة النادي الكوري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: جوستافو سوزا ينهي شراكته مع جيونبك هيونداي. نتذكر اللاعب جوستافو الذي لم يفقد ابتسامته تجاه جمهوره، كلما تشاركنا لحظات سعيدة معا بارك الله فيه أينما كان. الزمالك يفاوض موهبة العراق، وناد إيراني يهدد الصفقة. كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات للحصول على خدمات أحد لاعبي نادي القوة الجوية العراقي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت التقارير أن نادي الزمالك يستهدف الحصول على خدمات علي جاسم موهبة فريق القوة الجوية العراقي لتعزيز صفوف الأبيض في الموسم الحالي. ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع نجم القوة الجوية العراقي وقيد اللاعب تحت السن. ويزاحم أحد الأندية الإيرانية نادي الزمالك للحصول على خدمات على جاسم نجم فريق القوة الجوية العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويمتلك على جاسم نجم القوة الجوية العراقي إمكانيات عالية وتعاقد في وقت سابق مع فريق إنطالي سبور في الدوري التركي، إلا أنه قام بفسخ العقد بسبب ظروف شخصية. ويسعى مسؤولو الزمالك لحل أزمة القيد في الفترة القادمة من أجل إبرام صفقات قوية لتعزيز صفوف الفريق الأبيض في الموسم الحالي.